طائراتها قصف طائرات حلف الأطلسي، ومعروف بالتاريخ حلف الأطلسي الذي يضم 28 دولة، دول نووية، دول كبرى، ولكن طائراتها صواريخها قنابلها تحطمت على صخرة مقاومة الشعب الليبي وشجاعة الشعب الليبي وكبرياء الشعب الليبي العظيم. اسمع يا عالم، اسمعوا صوت الشعب الحر، الشعب الأبي، الشعب الذي قرر أن يعيش بكبرياء وأن يعيش حر وإلا يفنى على بكرة أبيه. الله أكبر. يا أصدقائي في أوروبا، يا صديقي المسكين برلسكوني يلي مغلوب على أمرك، افتح الإذاعة الليبية. يا صديقي المسكين سيراكوزي، افتح الإذاعة الليبية، لكن ننصحك تاخر مهدئات قبل لا تفتح الإذاعة الليبية، لأنك ستصعق حتما. أعصابك الضعيفة ما تتحمل ما تراه في الإذاعة الليبية. تحدي الشعب الليبي، المظاهرة المليونية لا تستطيع أعصابك أن تتحمل قوة الشعب الليبي التي تواجهك في شمال أفريقيا. وأنت يا ابني أوباما اطلب من موظفي البيت الأبيض وخاطبك مباشرة أن يفتحوا لك على الإذاعة المرئية الليبية لكي ترى الحقيقة، لكي تعرف أنك أنت على حق عندما تراجعت عن الجنون المجانين في حلف الأطلسي في أوروبا. وأنت يا من في بريطانيا، ما بعرف اسمك كاميرون، أنت يا الكاميرون، افتح الإذاعة الليبية في داون ستريت، افتح الإذاعة الليبية. كان أعصابك تقدر تتحمل ما تراه، لكي تعلموا أنت يا برلسكوني يا سيركوزي يا كاميرون يا غيرهما، تتأكدوا الآن أنكم تحرثوا في البحر، وأنكم تجروا وراء السراب، وأنكم تحرثوا في الرمل، وأنكم واهمون غالطون، تورطوا في معركة ماكم حاسبين حساب الذي يواجهكم في هذه المعركة. تراجعوا، تدابروا، ولوا الادبار، افضل ليكم، ننصحكم. كل ما عندكم يتحطم. هذا الشعب قادر في يوم ما ان ينقل المعركة الى البحر المتوسط، ويقدر ينقلها الى اوروبا، وقد يستبيح بيوتكم ومكاتبكم وعائلاتكم هي كلها تصبح اهداف عسكرية مشروعة، مثل ما انتم حولتوا مكاتبنا ومقراتنا وبيوتنا واطفالنا حولتوها الى اهداف عسكرية مشروعة. اذا المعامل بالمثل، السن بالسن والعين بالعين والباب يظلم، الطفل بالطفل والعائلة بالعائلة والبيت بالبيت والمقر بالمقر. إذا قررنا نحن قادرون على أن ننتقل إلى أوروبا مثل الجراد مثل النحل. ولكن ننصحكم أن تتراجعوا قبل لا تحل بكم الكارثة. أولا انظروا للشعب الليبي. هذا الشعب يحكمه دكتاتور؟ هل هذا الشعب مكبوت وتسلط عليه؟ هذا الشعب تنادى من كيفه، زحفت الجماهير من كل مكان بدون امر من معمر القذافي. انا نفسي فوجئت بالسيل العرم من جماهير الشعب الليبي، الرجال، النساء، العائلات، الاطفال. انظروا اطفال، انظروا الاطفال، انظروا العائلات، انظروا النساء. من جابهم معمر القذافي؟ تجاوا فيها، جو بقوة التحدي. هذه هي الشجاعة، هذا هو التحدي. هذا اليوم يوم مشهود يوجه فيه الشعب الليبي رسالة عالمية وتاريخية تكتب في التاريخ انه بعد 100 يوم من القصف المتوالي ليل ونهار والصواريخ والقنابل تخرج العائلات والاطفال والرجال والنساء الى الساحات وتغص بها الميادين والشوارع، ليس في طرابلس بس ولكن في كل المدن الجماهيرية وواحاتها وقراها ومدنها. مواجهة الشعب الليبي ميؤوس منها. ما تواجهوا الشعب الليبي، تخسروا المعركة. اول مرة تواجهوا شعب مسلح. هذه الجموع اللي ترونها هذه مسلحة، عندها الرشاشات والبنادق وعندها السكاكين وعندها
هي التي تتفاهموا معها. ننصحكم إذا تريدوا السلام وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 100 يوم، تفاهموا مع الشعب الليبي. أهو الشعب الليبي مش مع معمر القذافي. معمر القذافي ما يمثل الشعب الليبي. معمر القذافي رمز للشعب الليبي. شوفوا الشعب، هذا الشعب تفاهموا مع الشعب الليبي، تفاهموا مع هذا الشعب منتظم في المؤتمرات الشعبية الأساسية ومنتظم في 2000 قبيلة. تفاهموا مع رؤساء القبائل، قبائل الشعب الليبي في ملتقاها تاريخي، تفاهموا معه، تفاهموا مع المؤتمرات الشعبية الأساسية، تفاهموا مع القيادة الشعبية الاجتماعية اللي تمثلتها القبائل. الشعب، أنا ما نقدرش نحكم على الشعب الليبي أبدا، ولا نقول لا أقبل هذا ولا ما تقبلش هذا، ولا تفاوض مع هذا أو ما تفاوضش مع هذا. أنا نترك كل شيء للشعب الليبي. الشعب الليبي هو اللي يقرر مصيره، هو الشعب السيد، هو الشعب الحر. أنا أعطيت السلطة من عام 77، من عام 77 تنازلت عن كل شيء للشعب الليبي. تفضلوا إذا تبغوا السلام أو تبغوا الحل تعالوا للشعب الليبي. أنتوا تبغوا البترول ما تقدروش تحتلوه، لكن تفاهموا مع الشعب الليبي على البترول. تبغوا الأرض الليبية، الشعب الليبي مش يتنازل عن أرضه، ولكن تعالوا تفاهموا مع الشعب. تبغوا الديمقراطية، عادوا تفاهموا مع الشعب الليبي. أي شيء تبغوه امشوا للشعب الليبي. بتقولوا لي كيف نوصل للشعب الليبي؟ توصلوا له عن طريق المؤتمرات الشعبية الأساسية التي ينتظم فيها كل الليبيين من الرجال والنساء. الديمقراطية الشعبية المباشرة، مش نظام معمر القذافي، نظام الشعب الليبي. النظام السياسي في ليبيا هو نظام الشعب الليبي، ولهذا ما بيسقط. حتى لو هرب من هرب وخاف من خاف وطاح من طاح ما يساوي شيء. لو هرب 100 سفير الشعب الليبي يجيب 1000 سفير في اليوم الثاني، ما يساوي شيء. هذه حكوماتكم اللي إذا كان وزير الداخلية في إيطاليا استقال تسقط حكومة إيطاليا، لكن في ليبيا يمشي أي أمين ما يساوي شيء. الشعب والمؤتمرات الشعبية تجيب عدد من منها بدله، لأن النظام في ليبيا هو نظام الشعب الليبي. الديمقراطية الشعبية المباشرة يلي أنت ما تعرفوهاش. أنتم شعوبكم عاملة مظاهرات ضدكم، والشعب الليبي شفتوه شو عامل مع معمر القذافي في الميادين وفي الساحات. شوفوا، قارنوا بين المظاهرات في أوروبا وبين المظاهرات في ليبيا. أنتم شعوبكم ما تحمل صوركم ضدكم، تكسر في صوركم ضدكم وبتسقطكم. مظاهرات في كل مكان. الطالب بالديمقراطية الحقيقية، ريل ديموكراسي. ما معنى ريل ديموكراسي؟ معناها الديمقراطية اللي موجودة في ليبيا يجب تطبق في أوروبا. شعوبكم تقول لكم الشعوب تبغي تحكم نفسها بنفسها زي الشعب الليبي. مؤتمرات شعبية ولجان شعبية، مؤتمرات تقرر ولجان شعبية تنفذ. إذا الشعب الليبي بيغير أي نظام يقدر يغيره، ولا واحد يقدر يمثل. ما فيش حد يمثل الشعب الليبي. انتم استفزيتوا الشعب الليبي. انتوا الشعب الليبي لما جبتوا عملاء تافهين خونة وقلتوا هذا من يمثل الشعب الليبي. هذه هي الديمقراطية عندكم؟ ان واحد خاين جيبوه انتم تجيبوه بطائراتكم وتقولوا يمثل الشعب الليبي. هذه هي الديمقراطية؟ هذه الديمقراطية؟ طز الديمقراطية بتاعكم اذا كانت بهذا الشكل. الديمقراطية هي ديمقراطية الشعب، ديمقراسي الشعب الكراسي. الشعب، كل الشعب يجلس على الكراسي. هذه هي الديمقراطية. وستنتصر التجربة الليبية في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا وفي أفريقيا، في كل مكان في العالم. ستنتصر التجربة الليبية، تنتصر نظرية الشعب الليبي وثورة الشعب الليبي، ثورة الفاتح العظيم ستنتصر مبادئها في كل الحال معمورة. حتى الثورة الفرنسية حاربتها أوروبا الرجعية والملكية والفاشية، ولكن في النهاية انتصرت الثورة الفرنسية وانتصر عهد الجمهوريات، وأصبحت الجمهوريات البرجوازية هي اللي هي النظام السائد في العالم بعد الثورة الفرنسية. الآن الشعب الليبي يقدم لكم الجماهيرية، آخر مرحلة بعد الجمهورية. تحاربوها ما تحاربوها ستنتصر الجماهيرية، والعالم كله سيصبح جماهيري. ستسود المؤتمرات الشعبية بدل الحزاب، ستسقط الحزاب وهي تتساقط الآن الحزاب. الحزاب هذه أدوات رجعية. الديمقراطية مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ. إلا إذا كان الشعب الليبي بيقرر
بيغيرها هو حر، هو عملها وهو يقدر يغيرها. فأنا ننصحكم توقفوا طائراتكم وهالتعب وهالخسائر، وما تخلوش حد يضحك عليكم من اللي بيبتزوكم ويعملوكم مرتزقة. أصحاب الأموال اللي بيخلوا رصادول أوروبية مرتزقة معهم، ننصحكم تفاهموا مع الشعب الليبي من بكرة، خاصة بعد صدور قرارات القمة الأفريقية. أول قرار صدر من أفريقيا كلها رفض قرار ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية باعتبارها باطل وباعتبارها أداة من أدوات الاستعمار. أفريقيا رفضت هذا القرار. وبعد ذلك تقولوا لي كيف نتفاهم مع الشعب الليبي؟ عند مؤتمرات شعبية أساسية، هذه اللي فيها كل الليبيين رجال ونساء. بتقولوا لي كيف نتفاهم مع المؤتمرات الشعبية الأساسية؟ عند مؤتمر الشعب العام. بتقولوا لي كيف نوصل لمؤتمر الشعب العام؟ توصلوا فيه عن طريق أمانة مؤتمر الشعب العام. بتقولوا لي بالك هذا ما يصير. عندك بديل آخر، القبائل الليبية أكثر من 2000 قبيلة اجتمعت كلها وشكلت ملتقى القبائل الشعبية، ملتقى القبائل الليبية، ملتقى القبائل الليبية. امشوا لملتقى القبائل الليبية اللي فيه كل القبائل الليبية من طبرق إلى غاية زوارة. بتقولوا لي كيف نوصل لملتقى القبائل الليبية؟ عن طريق أمانة ملتقى القبائل الليبية، أمانة ملتقى القبائل الليبية. نعطيكم هالعناوين هذه، عدوا تفاهموا معها. أنا ما تدخلش أبدا، أنا أعطي السلطة للشعب وواثق من الشعب وكل شيء للشعب، كرامة للشعب والسلطة للشعب والبترول للشعب والأرض للشعب والمستقبل للشعب. إذا كان تجدوا مخرج لورطتكم هذه امشوا للشعب الليبي، ما تعولوا على الخونة اللي انتم عملتوهم. الخونة هذول ما عندهمش مكان في ليبيا، مش هيقبلهم أي شارع في بنغازي ولا حتى أي زنقة في بنغازي ما تقبلهم. انتم مخدوعين. الشعب، هذا الشعب ما يقبلش يمثله ولا واحد، حتى معمر القذافي ما يمثلاش. الشعب حر، لا نيابة عن الشعب. التمثيل تجيل. افتحوا على الإذاعة الليبية، افتحوا. ننصحكم يا أصدقائي افتحوا على الإذاعة الليبية. إذا القصف ما فيش فايدة، طائراتكم ما عملتش فايدة، اسقاط السلاح على الخونة والطابور الخامس والمرتزقة في الجبل ما عملش حاجة، ما عملش فايدة ليكم. ضربتوا ما ضربتوا ما عملش فايدة. درتوا حرب نفسية ما فيش فايدة. كذبتوا ما فيش فايدة من الكذب. إذا ابحثوا عن مخرج من هالورطة، وانا نساعد فيكم ونقدمكم في مخرج. انظروا الشوارع كيف مكتظة بالجماهير. اوروبا شوارعها مكتظة بالجماهير اللي ضد حكامها. انت حداكم، وانا شوفوا شعبي، شوفوا الشوارع مكتظة بصور القذافي. الان سجل في جهة عالمية اليوم، ما بعرفش اسمها الان، ما اذكرش اسمها الان، لكن سجلوا بان التاريخ البشرية يشهد لأول مرة أطول علم في العالم، وهو الراية الخضراء التي حملتها الجماهير الليبية في طرابلس اليوم، والتي طولها 4 كيلومتر ونصف. سجلوها اليوم في سجل تاريخ العالم، وهو لأول مرة يكون فيه علم طوله 4500 متر. هذا العالم اللي تشوفوا فيه اللي طوله 4 كيلومتر ونصف ما عملهوش معمر القذافي، ما عملته سلطة، هذا عملات الجماهير. البارح سمعت ان النسوان يبيعن في ذهبهن باش يشتري القماش الاخضر باش يوصلوا طول العلم الى 4 كيلومتر ونصف. تصوروا نسوان باع ذهبهن باش يشتري القماش الاخضر يديرون به العلم، والاصحاب الدكاكين واللي عندهم القماش الاخضر تبرعوا به باش يكملوا بقية الطول، باش يبدأ طوله اطول علم في العالم 4 كيلومتر ونصف. هل هذا دار معمر القذافي؟ هذه دارات الجماهير، هذه دارات الجماهير.